ان احنا عايشين في مجتمع ذكوري. ليه الاحساس ده يعني الدنيا يعني منفتحه على الاخر لا، دلوقتي يعني. هو للاسف يعني انا ليا مقال في الكتاب اكتر من مقال الحقيقه بيتكلم في الموضوع ده. يعني احنا العادات بتاعتنا والتقاليد اللي هي تجاه المراه كلها بلا استثناء مأخوذة من الديانات الوثنية القديمة والفكر اليهودي، لأن الإسلام دين بيحترم المرأة جدا وكرمها جدا، فإحنا للأسف ما بنطبقش اللي قاله الإسلام. طب انا برضو عايز اتعلم منك، يعني كيف نطبق مفهوم احترام المرأة سلوكيا على أرض الواقع ما بين رجل وامرأة في مثلا في ظل الإسلام، يعني اتنين قاعدين في بيت. القواسم والمشتركات طول النهار هو في رجولة وفي أنوثة بتبان في التعاملات، وفي يعني عليهن درجة، يعني للرجال عليهن درجة في احترام من الزوجة للزوج. في حريات، يعني المرأة بتشتغل، بتخرج عند أهلها، بتمشي في الأسواق، يعني ما فيش مشكلة خالص، يعني لا عند المجتمع المنغلق ولا المنفتح، كله دلوقتي ماشي في الشارع ما شاء الله، يعني واضحة يعني. ف يعني انا بعتبرها دلوقتي اللي بيقول كده تبقى عقدة، يعني اللي هو ما فيش حاجة اسمها مجتمع ذكوري. وازاي نلاحظها في بيت؟ يعني ان الراجل يقعد يشخط طول النهار مثلا، طب ما ده يبقى مريض خلاص، يبقى ده ما نقيس عليه، يعني لا نقيس عليه، لان في رجاله تانية يعني طول النهار واقفه في المطبخ، طول النهار بتدادي في الاطفال وقايمين بدور الام تقريبا. فاحكي لي بقى، يعني هل انا بتكلم صح؟ لا، هو للاسف يعني الناس او الرجاله بمعنى اصح بيفسروا معنى القوامه غلط. هم يعني معتقدين ان القوامه ان هو يقعد بقى يشخط وينطر في الست طول النهار، والامر امره والشورى شورته، وان الست لازم تبقى خاضعه تماما ليه ومطيعه، والا تبقى كده اغضبت ربنا يعني. فلا، هي القوامة الحقيقة يعني معناها غير كده خالص. أنا لما رجعت للتفاسير وللقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وجدت إن القوامة مش معناها سيطرة من الرجل على المرأة، معناها إن هو يبقى قائم على خدمتها ورعايتها. وده احنا بنشوفه بشكل واضح جدا في تعامل الرسول عليه السلام مع زوجاته كلهم، وعلى الأخص السيدة عائشة رضي الله عنها. يعني هو مثلا ده كتبته برضو في مقال من المقالات، اسمه أهمية الحنان في الإسلام. إن الزوج لازم جدا يعني يبقى حنون مع زوجته، ما يعملهاش بطريقة فجة أو قاسية أو كده. في موقف بالتحديد حصل مع السيدة عائشة رضي الله عنها، إن هي طبعا تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كانت طفلة صغيرة، فكانت لا تدرك معنى الحياة الزوجية يعني كما يجب. فابتدى هو يعني يعلمها واحدة واحدة ويتدرج معاها. ما ابتداش بقى مثلا يضربها ويقول لها طب انت ليه ما بتقوميش بواجباتك كزوجه او كده، لا. السيدة عائشة السيده عائشه هي حالة خاصة، وكانت في الطفولة، وكان في زوجات للرسول أكبر منها ب60 ويمكن يعني 60 سنة على الأقل. أيوة. لدرجة أنهم كانوا بيعملوها كبنتهم أو طفلتهم، يعني يعني هي حالة خاصة برضو، صعب القياس عليها في كل الحالات، في كل الحالات. بس كمل. لا، هي طبعا هو السيده عائشه ليست حاله خاصه، لان في مجتمعهم كانت البنت تتزوج تقريبا في السن ده، يعني دي ما كانتش حاجه غريبه. بدليل ان هي كانت مخطوبه لواحد تاني قبل الرسول عليه الصلاه والسلام، ولما فسخت خطوبتها تقدم لخطبتها الرسول. فالبنت عموما في المجتمع ده كانت بتتخطب في السن ده، واحنا استمرينا لحد وقت قريب جدا البنت كانت بتتجوز من 12 سنه ومن 11 ومن 10 سنين كمان. تمام. طيب الرسالة دي لما بتكتبيها بتبقى موجهة للرجال، يعني انت بتحاولي تبيني فضل الرسول على زوجاته والمعاملة الحسنة، وبتنقلي التجربة اللي هي التاريخية الإسلامية بشكل أدبي موجهة للرجال. بالظبط. لما بتحبي توجهي امرأة أو أنثى أو فتاة، يعني اللي هو إزاي تطيع الزوج، وإزاي تقف عند حقوقها وواجباتها بالتحديد علشان ما تحصلش لخبطة وتحصل خناقات وصوت عالي، برضو ده حاولتي تعمليه؟ اكيد طبعا. لا، انا حياديه، يعني انا مش مضطهده الرجال لا ما وجايه في اقصدش، صف يعني اقصد المراه اقول يعني. قولي لي نموذج يعني من يعني في عنوان مثلا من القصاصات الادبيه بيتعرض لحاجه زي كده؟ لا، هو مش عنوان كامل، لكن يعني وانت بتقرا المقال هتلاقيني موجهه رساله للستات زي ما انا موجهه رساله للرجاله، بس انا يعني ايه مزودها اكتر شويه بالنسبه للرجاله عشان انا شايفه في سلوكيات كتير خاطئه
يعني احنا ما زال لحد النهارده مجتمعنا بيدي الاولويه للرجل يعني لما مثلا الست زوجها يموت يقولوا لها طب اقعدي بقى ربي ولادك وما تتجوزيش، بينما العكس الراجل لما مراته تموت على طول يقولوا له طب انت قاعد ليه ما تتجوز، ان شاء الله بيشوفوا له عروسه من تاني يوم. وحاجات بقى كتير بالشكل ده، يعني نظره المجتمع للمطلقه، للعانس، للارمله، يعني يعني مش نفس النظره بالنسبه للرجل. الرجل المطلق او اللي هو قعد فتره طويله من غير زواج ما بيبصلوش بالطريقه دي. في فقه الشريعه يعني الاحكام المستمده من مفهوم الاسلام بشكل عام، انت بتحاولي تجمعي ما بين الدعوه الخالصه لفكره التوحيد، الله، الانبياء، الرسل، الغيبيات، الدين الواحد، وكمان معاه اخلاقيات الاسلام وسلوكياته، فمضطره تروحي للجانب التشريعي واحكام الاسلام وقول جمهور العلماء مثلا في قضايا كتيره، وبتقولي ده بالفعل بالتفصيل لبعض الاجانب لما بتقعدي تتكلمي معاهم؟ اكيد طبعا، يعني انا عشان اكتب مقال لازم اقرا كتب كتير جدا واشوف اراء العلماء فيها ايه والتفاسير اللي وردت فيها ايه، واطلع الايات القرانيه الخاصه بهذا الموضوع. يعني ممكن اكتب المقال مثلا في اسبوع عبال ما اجمع معلومات حواليه، عشان ما اقولش اي كلام وخلاص، عشان ما حدش يجي يقول لي لا انت جايبه الكلام ده منين، ده كلام غلط ملوش اصل في الشرع. فيعني انا بحاول ان انا اوثق كل كلمه بقولها، حتى الاحاديث اللي بجيبها لازم تكون صحيحه يعني. طيب انت علاقتك بالصحافه ايه بقى؟ يعني الالكترونيه احنا عرفنا، يعني انت نشطه على الفيسبوك وليكي صفحتك، وفي اكيد زوار على الصفحه وفي تبادل. كتير جدا. الحجم معقول يعني؟ حجم الكم يعني اقصد؟ لا الحقيقه كتير جدا، وانا ببقى سعيده بالحكايه دي، لان في ناس كتيره يعني الحمد لله بتدخل صفحتي حتى اللي مش منضافين عندي يعني، وبيحبوا ان هم يشاركوا يعني في التعليقات لما بنزل مقال او بنزل اي حاجه بيبتدوا يشاركوا في التعليقات، وساعات ناس يقولوا لي لا احنا مش معاكي في النقطه دي، او ناس يقولوا لي جزاك الله خيرا يعني الكلام اللي بتقوليه مظبوط، وانا بتقبل جميع الاراء، لان مش كل الناس طبعا ثقافتها واحده، احيانا حد بينتقد لانه يجهل هذه المساله في الدين، يعني هو يعني الاعلام صور له ان الكلام ده هو اللي صح واي كلام تاني مع ده غلط. يعني انا احيانا بطلع حاجات الناس بتستغرب لها جدا، زي مثلا مقال مفهوم الحب في الاسلام. يعني انا شفت مثلا الشباب بيتعاملوا مع موضوع الحب تعامل خاطئ تماما يعني، فحبيت اقول لهم ان الحب ما هواش حرام في الاسلام ولا هو عيب، ولكن لازم يبقى له ضوابط وشروط، فلان الاسلام بيحترم العاطفه الساميه دي، بس لها ضوابط وشروط يعني. تمام. طيب انت تجاوزت الصحافه الالكترونيه وبدات تراسلي بعض الصحف الورقيه المكتوبه يعني؟ اكيد طبعا، يعني انا كتبت في جريده الوفد وجريده الكرامه والحقيقه المصريه، يعني شويه جرايد كده مطبوعه، وفي نفس الوقت على النت، وكمان بكتب في جرايد لبنانيه ومش طيب مصريه يعني. في الاول خالص كنا المفروض نقولها يعني صراحه كده، نقطه التحول، يعني انا قلتها قبل التسجيل معاكي في الاستراحه. طب نقطه التحول بقى قبل ما اختم معاكي، نقطه التحول كانت ايه في حياتك؟ هو الحقيقه وانا صغيره كنت يعني كانت عندي الموهبه دي، وكنت بكتب قصص قصيره واشعار وكده، ولكني يعني عمري ما توقعت خالص او حسيت ان انا ممكن اكون كاتبه في يوم من الايام. اللي نبهني او وجهني للناحيه دي هم الناس اللي حواليا، قالوا لي انت بتكتبي كويس، يعني لما كنت مثلا ابعت جواب لحد او اكتب اي حاجه في المدرسه او كده، كانوا يقولوا لي ده انت اسلوبك رائع، طب ليه ما تكتبيش؟ فانا حسيت ان يعني الكتابه هي ممكن تكون وسيلتي للدعوه، ففعلا ابتديت يعني انشر حاجات، فلقيت اقبال الناس عليها كبير جدا. يعني تقصدي ان يعني المامك بالكتابه هي كانت نقطه التحول في حياتك، واهتميتي بالكتابات الاسلاميه؟ بالظبط كده. وبعدين انا لما سافرت عمره ووقفت قدام الكعبه وطفت بين الصفا والمروه، دعيت ربنا وقلت له يا رب بلغ كلمتي للناس، وخلي كلمتي هي يعني اقول الحق واللي يرضي ضميري. يعني عندنا مثلا العقاد اللي انا متاثره بيه جدا، في احد كتب العبقريات اللي هو كتبها، هو كان كاتب في المقدمه ان هو يعني الدكتور قال له ان انت هتموت قريب لان كان عندك مرض خطير، فهو كان كل همه ان هو يلحق يخلص الكتاب عشان يبقى في ميزان حسناته يوم القيامه.
فالحقيقه انا اتاثرت بالحكايه دي، وبقيت ادعي ربنا ان هو يجعل يعني في علم ينتفع بيه بعد وفاتي يعني. برضو بندعي ربنا سبحانه وتعالى ان الشباب ينتفع بمعلوماتك، ينتفع بمعلوماتك ان شاء الله، سواء على الفيسبوك وال يعني لغة التواصل الإلكترونية، أو الكتب المطبوعة أو الجرايد المقروءة، ومستقبل باهر إن شاء الله. نرمين كحيلة الداعية والكاتبة الإسلامية. مشاهدينا، كان لقائي معكم. بعد الفاصل إن شاء الله زميلتي عبير